وهو الثنائي الذي سيدخل اليوم كأساسي. الكرة للشبيبة تصل إلى ميباركي. ميباركي يوزع الآن. ميباركي روض هذه الكرة أمام غازي. غازي يدخل ميباركي يوزع هذه الكرة. بولعويدات بولعويدات. نبدأ لعادة سامي. نبدأ مما يفعله ميباركي. قدم هدية لبولعويدات قال له تفضل وسجل. بود هو الذي يتمكن من هذه الكرة. رايح في انطلاقة لميباركي. ميباركي رايح ممتازة لبولعويدات. بولعويدات ماذا يفعل بولعويدات في هذه المباراة؟ يعود إلى ميباركي. الهدف الأول من ميباركي يفتتح باب التسجيل بطريقة رائعة ومميزة، ويؤكد لمواسى بأنه أخطأ لما تركه في كرسي الاحتياط في مباراته أمام البلودية. جمهور الشبيبة ينتفض فوق المدرجات بعد هذا الهدف الممتاز والرائع. شاهدوا العادة بولعويدات بعدما ضيع الكرة الأولى يعود يقدم كرة لميباركي بخارج القدم بقوة، يفتتح باب التسجيل روعة. ميباركي يفتتح باب التسجيل لصالح شبيبة القبائل، وسيلهب حتما هذه المباراة لأن النصرية سترمي بكل ثقل. هاي الإعادة حتى سامي شرود أعجب كثيرا. هدف رائع جدا، رائع الرسمية بينما شبيبة القبائل. هذه المباراة الثانية في أرجل اللاعبين. خطيرة لقاسم. انطلق قاسمي في وضعية تسلل. فيه الجواب الشافي. انطلق بولعويدات يضيع. بولعويدات يضيع الثاني وجها لوجه. ماذا يحدث لبولعويدات في هذه المباراة؟ كثيرا يصعب عليه كثيرا، خاصة وأنه مفتوح أمامه. ارفع راسه، شاهد دوخة، ولكن التسديدة بن عمارة في تنفيذ التماس. الخطورة لوليد عرجي. انطلق وليد عرجي. الكرة لبندبكا. يقدم كرة خطيرة صعبة للنصرية تصطدم بالدفاع. خطيرة للنصر. بدأ القلق ينتاب جمهور النصرية. أي تمريرة من ميباركي. ماذا يفعل ميباركي في هذه المباراة؟ مداعبة كرة القدم وتدرك معنى ترويض الكرة في البداية بسيد المباراة، يعني أنك قادر تسجل في فرصة. ليس هناك خطأ للنصرية. تبقى الكرة دائما للنصر. حسيداي على الجهة اليمنى. التوسيعة. الخطورة لقاسمي في مرمى الحارس عسلة. أول كرة، أول فرصة مخدومة ومصنوعة. آخر من وزع الكرة كان العرفي الذي يقدم الإضافة هو الآخر. الكرة للشبيبة في مساحة ضيقة صعبة. توزيع. ثاني الأهداف يضيع من هواري فرحاني في وضعية مهاجم أيسر. أراد أن يوزع ويسدد. سدد ووزع. وكان ببداية الموسم رئيس شبيبة القبائل عند المباراة 2-0 أو هدف مقابل 0 نفس الشيء. وانطلاقة. الثاني يضيع من ميباركي يضيع الثاني للشبيبة بغرابة. ومن قدم له الكرة قدم له هواري فرحان. يقدم بروعة ولكن قلت وأعيد التساؤل لا يجب أن يكون في تنفيذ هذه الكرة الثابتة عالية ناحية الهجوم. وقبل أن يتمكن منها عسلة تعود. لا زالت الخطورة. هدف التعادل يضيع من النصرية. سنشاهد الإعادة. من أنقذ الشبيبة؟ أنقذها رضوان الذي عاد في آخر لحظة وضايق قاسمي. من الدفاع إلى الهجوم من كلا الفريقين. وليد عرجي ناحية قاسمي. أحمد هل يصل عليها قاسمي؟ قاسمي يبحث عن عبيد. يوزع في القائمة الثاني. صعبة. وعسى يتصدى وينقذ الشبيبة. إلى العناصر التي تحضر بمن سيستنجد دريوش. بعد أن أنقذهم عسلة. شاهدوا معنا التوزيع كم كانت رائعة في الانتظار. وليد عرجي سدد من
التوزيع عالية في القائمة الثاني، القائمة الثاني. لا زالت الخطورة، دربكة في منطقة الشبيبة. هناك ولكن التمريرة كانت من بندبقة، وقسمي في وضعية صعبة جدا، تمكن من تسديد الكرة بالرأس لعبت وبالقدم قدمت من بندبقة وبرأسية أخرى، ولكن عسل الذي رافقكم في إخراج هذه المباراة للفرقة